الردم الأثري والطبقات المختلطة في جبال مصر. لو بتشوفني من على الفيسبوك أو من على اليوتيوب اشترك في القناة وتابع الصفحة واكتب تعليق صلى على النبي عليه الصلاة والسلام، عشان هكلمك في أخطر شيء في الجبال ألا وهو الردم الأثري والطبقات المختلطة في الأرض الجبلية، وإيه نوع الأرض الذي لا يصلح فيها الدفن في الجبال. واللي ناس كتير يعني تخطأ في الموضوع ده وما تعرفش يعني إيه اسمها طبقات مختلطة، ما تعرفش لمجرد ما تشوف طبيعة الأرض نفسها أو طبيعة المنطقة نفسها تقول حصل دفن فيها أو ما حصلش. إيه الطبقات أو إيه المناطق في الجبل اللي لا تصلح للدفن مهما كانت ومهما كان نوع الدفن، وايه هي الردم وايه هي الطبقات المختلطه وشكلها والكلام ده هنحكي فيها. انا كده عامل لك فيديوهات عن الطبقات المختلطه موجوده على اليوتيوب او على الفيسبوك، ترجع تشوفها. تصور لك شكل الطبقات المختلطه، تصور لك شكل الرديم. كتير من الناس في قصد او بدون قصد، بس يعني 90% تجهل قصه الطبقات المختلطه. في منهم اللي اشتغل عليها على اساس انه طبقات دفن في الجبل، في منه اللي اشتغل عليها على اساس ان ده الردم، وطبعا بيلاقي اي شيء مجوف في نفس المنطقة فبيقول ان كده تم عمل قطع في الجبل او مقبرة، يبقى كده في مقبرة وفي كنز. ده من ايه؟ ده الطبقات المختلطة. هنحكي فيها وكل حاجة ان شاء الله. هفهمك الفرق ما بين ده وما بين ده توعية، ماليش دعوة المقبرة فين من الردم ده او الطبقات المختلطة. طب هو انا لو لقيت ردم او لقيت طبقات مختلطة اعمل ايه؟ ماليش علاقة بالقصة دي. انا طالع او فهمك النقطة او الخلاف ما بين طبقات المختلطة والردم، وهو بيعمل معاك ايه بالطبقات المختلطة ده عشان حضرتك تقتنع ان عندك اثار. قصة بقى انك ادخل منين واطلع منين عشان الناس اللي مستنيه الرد ده او التفسير ده انا ماليش علاقه، مش هينفع اقوله ولا ينفع ان انا احكي فيه، لان ده بمنتهى البساطه اسمه تحريض على التنقيب، وانا راجل ما بحرضش، انا راجل بقول لك او بنصحك. طيب الاول سريعا، ايه هو الردم الاثري وايه هي الطبقات المختلطه وايه الفرق ما بينهم؟ كلمه الردم الاثري دي يا صديقي عباره عن رمال، كسر حجاره، كسر فخار، وبقايا سواء قوالب كاملة أو ينصص أو كسر من الخامة اللي استخدمها في البناء، إن كان بنى بطوب لبن في الأول كتخفيف حمل أو شيء، أو عمل مداخل سواء بطوب لبن أو بطوب أحمر أو بخلافه. كسر الحجارة ده جه منين؟ اسمه ناتج حفر. يعني إيه ناتج حفر؟ يعني هو حضرتك لما جه يعمل غرف وممرات وسراديب في الجبل نحت الغرف والسراديب دي صح، وهو بينحت ده كسر الحجاره اللي اتبقى منه وهو بينحت ده خده حطه على جنب واضاف عليه بقى الكلام اللي انا شرحته لك من شويه. اذا اسمه هنا رديم اثري ككله على بعضه. اما الحجاره او كسر الحجاره اللي بتبقى في داخل الرديم ده اللي اسمه ناتج الحفر. الشقف والطوب والعظم واي حاجه اخرى اسمها مخلفات عصور قديمه او مخلفات بناء، كلهم على بعضهم يسمى الردم الاثري. فالردم الاثري الرمال ما بتبقاش كتير قوي ومش قليله قوي زي ما انت برضو فاهم، وسط كده. الطبقات المختلطه سريعا بس وهشرحها لك بعد كده كل حاجه. ايه هي الطبقات المختلطه؟ هي طبقات ناتجه عن عوامل التعريه للصخور اللي موجوده في الجبل، سواء عوامل التعريه دي نتيجه الرياح، الامطار، السهول، اي شيء بقى، اي حاجه حصلت او من عوامل التعريه من الطبيعه حصلت فيها القصه دي. طب دي بيبقى عباره عن ايه يا عم الحاج؟ بص هجيبها لك بالبلد عشان في فرق ما بين قطع الكسر ناتج الحفر اللي في الرديم الاثري وما بين دي. الكسر الحجاره اللي ناتج من ناتج الحفر بيبقى الشقف اللي انت بتقول عليها الشقف كده، زي الشقف حتت كده، حتت سواء ضخمه او كبير، سواء سمكها كبير او قليل شويه او متوسط او الكلام ده. وواضح قوي على بقايا الكسر ده الازمير اللي كسر او نحت او اتقطعت بيه الحاجه دي من الجبل. جميل. طب الردم الطبقات المختلطه هتلاقي قشره هي عباره عن كسر الحجاره دي قشره حجاره رقيقه قوي خالص، وهتلاقيها دايما على الوش، ومجرد ما تحط ايدك فيها كده تلاقيها بقى عملت معاك خالص، اتهرت معاك، وكله وتحتها خالص كله رمل سواء بقى الوان شكل الوان ساده، كله شكل واحد. ده الفرق ما بين ده وده. طب الطبقات المختلطه دي مش هتلاقي فيها اي شيء من مخلفات عصور قديمه، يعني لا هتلاقي فيه لا سقف
ولا كسر طوب، سواء طوب احمر او طوب لبن او خلافه، ولا هتلاقي فيها اي شيء. على فكره انا لقيت عظم فيها، هو العظم ده مش شاهد اثر، ما الجبل مفتوح وفيه حيوانات، جايز حيوان مات هنا فده بقايا العظم بتاعه. طيب في فيديوهات على الكلام اللي انت بتحكي فيه ده؟ في فيديوهات عن الكلام اللي انا بحكي فيه ده، سواء ردم اثري وسواء طبقات مختلطه. تعال بقى نروح لاهم شيء، اهم من القصه دي وبرضه تخص الطبقات المختلطه. في ناس كتير حفرت الجبل عشوائي، واللي هو عباره عن ايه؟ الشيخ قال لي انزل هنا، اصل الجهاز صفر وانا نزلت هنا، اصل انا لقيت مربط فرس او لقيت مش عارف ايه او لقيت اي حاجه ونزلت هنا وخلاص. حلو. واللي خلاك اقتنعت اكتر بكلام البني ادمين دي اللي هو اصلا معلوماته اقل من معلومات حضرتك، ده انت متعرض، انت عايش في طبيعه جبليه. طيب تعالى بقى من ضمن الحاجات اللي بيقنعك وانت بتصدقها ان ده تدخل بشري، وهو انك حفرت. كلمك بالبلدي كده عشان المعلومه توصل لك اكتر. انت حفرت عشوائي بقى ما عشوائاش، المهم انت ايه؟ انا حفرك لما نزلت، وده اللي خلاك اقتنعت بكلام الناس دي. ايه بقى؟ انك لما نزلت كم متر في الجبل تكسير، فوجئت ان الجبل بقى معاك قطعتين، اللي هو تحسه ان اللي فوق ده مبني واللي تحت ده جبل طبيعي. فتحس ان الجزء اللي فوق ده اول مترين ثلاثه انت نزلت فيهم تحسهم ان هم زي ايه، مثلا عتب مدخل، تحسهم شبه الطربوش بتاع المغاره، بس كده حاجه معموله بالايد، حاجه منحوته، حاجه مبنيه. عارف دي اسمها ايه يا صاحبي؟ اسمها طبقات مختلطه. طبقات مختلطه من طبيعه الجبل. وما دام قلت طبقات مختلطه من طبيعه الجبل، اذا هنا من الطبيعه مش من تدخل البشري مفيش اثار. دليل واحد بس يقول لك ان طبيعه الارض دي اهي دي من ضمن الاراضي اللي يستحيل يعمل فيها دفن. ليه؟ عشان النحت معاه ما يفصلش. هينحت فين؟ الجزء اللي فوق اصلا مش جزء ثابت، فهينحت فين؟ اذا لو حصل اي شيء في المنطقه قوي شويه، واللي اقصده هنا كارثه طبيعيه، هو سيل جامد في المنطقه، فهتكشف الجبل او هتكشف المقبره. تنزل انت كم متر تحس ان اللي فوق ده الجبل من فوق منفصل عن اللي تحت، فيجي يقول لك بص ده منحوت بالايد اهو، قاطع وباني، ده نحت وبنى، باني اللي فوق وناحيه اللي تحت، له بنى وله نحت، ولا ان طبيعه الارض حصل فيها شرخ ففصل الجزء اللي فوق عن اللي تحت، ولا الكلام ده. وده من الاراضي اللي ما تصلحش اصلا يعمل فيها دفن. وارجع واقول لك يا صديقي، ما تجريش ورا الوهم، ما تجريش ورا الكذب، وارجع واقول لك مليون مره ان ده مخالف للقانون ويعاقب عليه القانون، سواء في ارضك او في ارض اخرى. ما تنساش لو عجبك الفيديو ابعته لاصدقائك. انا احمد سفاري، ودي صفحه زي الاشارات ما بتقول. السلام عليكم.